هل تعلمي إن دقيقة واحدة بس ممكن تغيري بيها ميزان حياتك كله؟ دقيقة بتعدي علينا واحنا مشغولين على الموبايل، بنشرب حاجة، بنفكر في مليون حاجة، بس لو استغلتيها صح هتبقى أغلى من كنوز الدنيا وأعظم من ساعات بنضيعها من غير أي فايدة. تخيلي إنك في دقيقة واحدة ممكن تقولي ذكر بسيط بس الأجر بتاعه يمسح ذنوبك كلها. أعظم دقيقة ممكن تمر عليك لما تعلمي أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. طب اقريهم فعلا وهتكتشفي فعلا إن هما ما خدوش معاكي دقيقة واحدة. انت متخيلة عظم الأجر اللي بتحصلي عليه في الدقيقة دي؟ ولو تعرفي إنك لو قريتي آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، وتقريها وبرضه مش هتاخد منك دقيقة واحدة. أو لو قرأت آية الكرسي عند النوم لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبحي ولا يقربك شيطان. أعظم دقيقة ممكن تمر عليك عندما تعلمي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، وتقوليها وبرضه مش هتستغرق منك ثواني معدودة مع عظم الأجر. أعظم دقيقة ممكن تغير مصيرك وحياتك عندما تعلمي أن من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبرضه مش هتاخد منك دقيقة واحدة. أعظم دقيقة ممكن تمر عليكي لما تعلمي إن وقت الضحى بيقارب حوالي 6 ساعات وتستطيعي إنك تصلي فيها ركعتي الضحى وزيادة، وهي لا تستغرق معاكي دقايق معدودة، وهتاخدي بيها أجر صدقة عن 360 عظمة في جسدك. أعظم دقيقة ممكن تمر عليك عندما تعلمي أن ساعات الليل تقارب 11 ساعة وإنك تستطيع أن انت تصلي فيها قيام الليل ولو ركعتين بما لا يستغرق معاكي برضو دقايق معدود، وأنت تعلمي ما هو قيام الليل ومعجزات قيام الليل. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أعظم دقيقة ممكن تمر عليك لما تعلمي أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وتقوليها في دقايق معدودة كل ذنوبك بتغفر ليكي حرفيا. أعظم دقيقة بتمر عليكي لما تقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، هي من أعظم الأذكار وأكثرها أجرا. اعرف إن كل ثانية بتقربك من ربنا هي استثمار لآخرتك. مش لازم تبقى عالم ولا شيخ ولا تقعد بالساعات، كل اللي انت محتاجه دقيقة واحدة بس، دقيقة ذكر، دقيقة صلاة، دقيقة طاعة، دقيقة قلب صادق بيكلم ربنا. مين فينا مش محتاج دعوة مستجابة؟ مين فينا مش نفسه في راحة؟ جرب دقيقة لله وقول لنفسك أنا مش هغفل تاني، أنا هبدأ من دلوقتي. وأخيرا لو الكلام ده لمس قلبك ما تبخليش تشاركيه، يمكن حد يبدأ بيه أعظم دقيقة في حياته بسببك. وسيبلنا في التعليقات إيه أكتر ذكر بتحسي إنه بيهز قلبك، وإيه أكتر الأذكار اللي انت مداومة عليها. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.